بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 6، وحشتوني جدا. النهاردة هنحل مع بعض اختبارات على ثيم 2. المرة اللي فاتت حلينا على ثيم 1. يا رب تكونوا استفدتوا بأكتر معلومات ممكنة قدرت أقدمها لكم. ونشوف أول تيست معانا في سيمبل تيست على ثيم 2. بيقول لي إيه؟ سيمبل تيست 1 قال لي choose the correct answer. The software that scan your face using your device's camera is. طب نشوف السؤال معناه إيه؟ قال لي إيه البرنامج اللي من خلاله بعمل إسكان للوجه يعني باستخدام كاميرا الجهاز. طب يعني ايه كلمة سكان؟ عارفين اكن انا بعرف الجهاز على وشي، يعني ما مش هيفتح غير لما يشوف وشي. طيب هيشوف وشي ازاي؟ بحاجة اسمها facial recognition. طيب اشمعنى اخترت facial recognition؟ بصوا كلمة فيس مكونة من FACE. خلي بالك انت ممكن والله تطلع الإجابة من السؤال بكل سهولة. طيب يعني ايه facial recognition؟ يعني التعرف على الوجه. التعرف على الوجه، وكلمة facial جاية من كلمة face. تمام؟ ونشوف نمبر 2. نقط is one of cloud computing application. ايه اللي من خلاله بقول عليه أحد تطبيقات الحوسبة السحابية؟ واتفقنا إن الكلاود كومبيوتينج هي بتزود لي الاستورج بتاع الجهاز بتاعي. يعني أنا مثلا الجهاز بتاعي الاستورج بتاعته قليلة، فعايزة أزود الاستورج بتاعتي، التخزين يعني، أو وحدة التخزين بتاعتي، فبزودها بحاجة اسمها كلاود كومبيوتينج. طيب أنه أبليكيشن ممكن استخدمه علشان اعمل كلاود كومبيوتينج؟ طبعا هستخدم ابلكيشن اسمه وان درايف. طيب ممكن استخدمه من مكان تاني؟ ممكن استخدمه من جوجل، بس يعني هو هنا الاختيارات قايل لي وان درايف ولا درايف ولا MFA ولا لان. فاول ما اشوف كلمه كلاود كومبيوتينج ابلكيشن، يا اما بختار وان درايف، يا اما لو في الاختيارات جوجل بختار جوجل. ونشوف نمبر 3 بيقول لي ايه. Passwords that consists of at least نقط letters, numbers and random symbols are the most secure. قال لي إن الباسوردز كلمات السر بتتكون على الأقل، قال لي at least من كام حرف وكام رقم وكام random symbols رموز، علشان يبقى most secure، عشان يبقى أكتر أمان. أقل حاجة أكتب من خلالها الباسورد هي 8. ال8 دول بقى أشكلهم بمزاجي، حبة letters وحبة numbers وحبة random symbols. تمام؟ بعد كده قال لي question number 4. The impact on your sleep cycle is one of نقط of electronic games. قال لي إن التأثير على دورة نومي هو أحد آثار الألعاب الإلكترونية. طيب ده بيأثر على إيه؟ ده بقول عليه security dangers، مخاطر أمنية، يعني إن أنا أتأثر أو نومي يتأثر بسبب الألعاب الإلكترونية دي مخاطر أمنية؟ أكيد لأ. طب نمبر بي بيقول لي إيه؟ physiological dangers، يعني مخاطر نفسية. هو تأثير يعني إن نومي يتأثر ده من المخاطر النفسية؟ أكيد لأ. طيب نمبر 3 physical dangers، دي من المخاطر الجسدية. طبعا أقول له ليه؟ لأن أنا مش بنام كويس، فأكيد كل جسمي هيبقى تعبان، فبقول عليه physical dangers. فأول ما أشوف كلمة cycle أو sleep cycle، يعني إن أنا عندي مشاكل في نومي، يبقى بتكلم على physical dangers.
ونشوف question number 5 بيقول creating a personal online can help you deal with cyber security threats. أنا دلوقتي هعمل يعني حساب شخصي على الإنترنت. طب لازم أعمل إيه علشان يساعدني إن أنا أتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني؟ كلمة cyber security threats يعني تهديدات الأمن السيبراني. لازم أقوم زي إيه بالبلدي كده إيه أأمن نفسي. فأعمل إيه؟ يعني إيه أأمن نفسي؟ أعمل safety plan. يعني إيه safety plan؟ يعني خطة أمنية. خطة أمنية. طيب بقية الاختيارات ما اخترتهاش ليه؟ لأن أول حاجة قال لي unsafe links علشان أتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني السايبر سيكيورتي ثريتس أعمل لينكات غير آمنة؟ طبعا أكيد لأ. طب هعمل ويك باسورد، هعمل باسورد ضعيف؟ يا سلام، ده أنا كده سهلت له إن هو يقدر يخترق أي حساب أنا عاملاه؟ طبعا لأ. هعمل فيك ويب سايت، هعمل تطبيق أو يعني موقع مزيف؟ طبعا لا. هو احسن حاجه ان انا اعمل سيفتي بلين، خطه امنيه عشان اعرف اتعامل مع الناس دول. ونشوف سؤال نمبر 6 from service provider of cloud computing. مين في الاختيارات اللي موجوده عندي بيقدم لي خدمه الكلاود كومبيوتنج، الحوسبه السحابيه؟ انا قلت لكم ان انا عندي طريقتين ممكن انزل من عليهم الكلاود كومبيوتنج، المايكروسوفت 365 ومين وجوجل، فهختار both A and B. طيب الوان درايف ده عبارة عن ايه؟ انا قلت لك ان وان درايف ده عبارة عن ابلكيشن برضو من خلاله بنزل كلاود كومبيوتنج، بس بيعمل لي ايه؟ بيحفظ لي الفايلز والفولدرز اللي موجودة عندي في الكلاود كومبيوتنج. نشوف question number 7 بيقول لي ايه؟ large gaming communities are filled with ايه؟ قال لي طبعا كلنا عارفين ان ممكن ان احنا نلعب العاب واحنا على النت، يعني صح؟ اونلاين. طيب الالعاب دي، الالعاب الكبيره دي او مجتمع الالعاب الكبيره دي، ان احنا نقعد نلعب مع بعض زي بابجي، الالعاب اللي هي الغريبه اللي ظهرت اليومين دول، بتبقى مليانه بايه؟ قال لي بتبقى are filled with ايه؟ بتبقى مليانه بالتنمر. يعني يبقى كده في شات على جنب كده وانتوا بتلعبوا مع بعض، ده مش عارف يلعب، ده خسران 20 مره، طول اللعب بيبقى في حاجات من دي. فطبعا بقول الاجابه سايبر بولايز، التنمر عبر الانترنت. ونشوف questions number 2 true or false. And you can protect your devices from theft by setting simple passwords. ايه ده؟ لا طبعا false، غلط جدا. اولا علشان احمي، قال لي you can protect your devices عشان احمي اجهزتي من الثيفت. مين هم الثيفت؟ السرقة. by setting هعمل ايه؟ او هنزل ايه؟ هنزل او هعمل للاجهزه بتاعتي دي strong passwords كلمات سر قويه. بعد كده قال لي it's irresponsible to leave your device at risk by not taking proper safety precautions. يعني ايه؟ قال لي irresponsible يعني ايه؟ مش من المسؤولية ان احنا نسيب الاجهزة بتاعتنا كده معرضة للخطر من غير ما نستخدم proper safety precautions، من غير ما نستخدم احتياطات الامن او احتياطات امن مناسبة. طبعا هقول له false، ده انا لازم اخد احتياطاتي كويس جدا وانا سايبة الاجهزة بتاعتي. ونشوف question number 3 verifying information you find to make sure it is accurate is one of the safety precautions when dealing with the internet. طب نشوف السؤال واحدة واحدة كده وما نتخضش من السؤال. ان احنا لازم نتحقق
من المعلومات اللي احنا بندور عليها على الانترنت، نشوفها هل المعلومات دي دقيقة ولا لأ. طيب هو ده من أحد احتياطات السلامة وأنا بتعامل عبر الإنترنت؟ طبعا هقول له طبعا true. بعد كده number 4 don't communicate with people you don't know or who make you feel uncomfortable. يعني إيه؟ يعني إن أنا لازم ما اعملش تواصل مع الناس اللي أنا معرفهمش. أنا في ناس دخلت عندي مثلا عايزين يعملوا لي طلب صداقة، فمش أي حد يعني أرتاح له أو أي حد أتكلم معاه من غير ما أعرفه، لأ، قال لي or who make you feel uncomfortable يعني تحس إن هو مش مريح، طبعا هقول له true. number 5 in stock exchange the stocks are called shares. حلو قوي السؤال ده. يعني ايه stock exchange؟ البورصة. عارفين البورصة؟ قال لي في البورصة الستوكس اللي فيها، يعني ايه ستوكس؟ الأسهم بتسمى شيرز، طبعا true. كلمة ستوكس هي كلمة شيرز، الاتنين بمعنى أسهم. number 6 e-trading allows more independence and user friendly options. حلو قوي السؤال. يعني ايه؟ قال لي حاجة اسمها اي تريدنج. يعني ايه اي تريدنج؟ التداول الالكتروني. زي ما احنا بنتكلم على البورصة كده، حاجة شبه البورصة، ان انا ببيع واشتري عبر الايه؟ عبر الانترنت. ده بيخليني اكتر اعتمادية على نفسي، وكمان بيخليني الاختيارات اللي قدامي سهلة الاستخدام، طبعا هقول له true. number 7 Google and OneDrive are not cloud computing service. ايه ده؟ لا طبعا false. احنا لسه كنا قايلين ان طبعا ان هما الخدمات بتاعت وان درايف وجوجل دي طبعا من خدمات الايه؟ الكلاود كومبيوتنج، الحوسبة السحابية. number 8 cloud storage is one of the cloud computing service. طب تعالوا نشوف السؤال ده ايه. قال لي التخزين السحابي. ما انا عندي، انا قلت لك ان انا بعمل حاجه اسمها كلاود كومبيوتنج علشان اعمل ايه؟ علشان ازود الاستورج بتاعتي. فقال لي ان الكلاود كومبيوتنج او الكلاود ستورج، التخزين السحابي، هو احد خدمات اللي بتقدمها لي الكلاود كومبيوتنج، طبعا هقول له true. طيب وندخل على simple test 2 ونشوف أول سؤال بيقول لي put true or false. number 1 cloud computing provides an extra layer of security by offering password protected data storage and data encryption. يعني ايه؟ قال لي ان الكلاود كومبيوتنج، الحوسبة السحابية، بتديني طبقة إضافية من الأمان. قال لي extra layer of security. طب من خلال إيه؟ قال لي من خلال إن هي بتوفر لي إن البيانات عامل لها تخزين بطريقة محمية. طب أحميها إزاي البيانات بتاعتي؟ قال لي من خلال باسورد، وكمان من حاجة اسمها data encryption أو تشفير البيانات، طبعا هقول له true. number 2 بيقول online games cannot impact health. لا طبعا false. هل الألعاب الإلكترونية مش بتأثر على الصحة؟ لا طبعا بتأثر على الصحة. وأنا قلت لك إن أنا عندي مثلا من ضمن المخاطر الفيزيكال دينجرز، ويعني في وحتى security dangers من ضمن الحاجات اللي بتأثر عليا من الأونلاين جيمز. number 3 we use antivirus software to remove any grammatical errors. ايه ده؟ ملهوش علاقة، طبعا false. انا بستخدم الانتي فيروس، برنامج الانتي فيروس، علشان اصحح الاخطاء النحوية. ايه علاقة الانتي فيروس بالموضوع ده؟ الانتي فيروس بيعمل لي ريموف لاني فيروس موجود على الجهاز.
اي فيروس موجود على الجهاز مين المسؤول عنه؟ الانتي فيروس سوفت وير، برنامج مكافحة الفيروسات. وندخل على question number 4. Robo advisors online applications provide financial guidance and services. طب يعني ايه كلمة روبو؟ كلمة روبو دي منصة عبر الانترنت. يعني عارفين ال artificial intelligence الذكاء الاصطناعي حاجة شبه كده. بتعمل لي ايه؟ بدل انا بقى ما اجيب كده مستشار حسابي ويقعد يعمل لي الحسابات بتاعتي، هو من خلال الروبو ده هو بيعمل لي الحسابات بتاعتي، او مثلا التداولات بتاعتي لو انا عايز تبع البورصة، يعني عايز اعمل حاجة تبع البورصة فبيعملها لي الروبو. تمام. والادفيزورز اللي هم برضو تطبيقات عبر الانترنت، قال لي ان الاتنين دول بيعملوا لي بيوفروا لي التوجيه المالي عبر الانترنت. طبعا هقول له true. ونشوف question number 5. You can protect your data by creating a strong password. طبعا هقول له true. طب ليه يا ميس؟ علشان هو قال لي علشان احمي بياناتي لازم ان انا creating اعمل strong password، اعمل باسورد قوي، كلمة سر قوية. طبعا true. Number 6. Through word program you can draft ideas, a story or an assignment. طبعا هقول له true. احنا اتفقنا ان برنامج الوورد عبارة عن ايه؟ عبارة عن برنامج انا بكتب فيه اي حاجة تكست. يعني مثلا انا عايز اكتب بحث ريسيرش بكتبه على الوورد، عايز اكتب ريبورت تقرير هكتبه على الوورد. فقال لي ان انا ممكن من خلال برنامج الوورد اكتب الايديز بتاعتي، الافكار بتاعتي، اكتب ستوري، اكتب قصة، اكتب اي حاجة على برنامج الوورد. ونشوف question number 7 بيقول لي ايه. Google Workspace is one of the most popular software that deals with cloud computing applications. طب تعالوا نشوف السؤال. قال لي أنا عندي حاجة اسمها جوجل وورك سبيس، بيقول لي ده من أحد أكتر البرامج شيوعا اللي بتتعامل مع تطبيقات الحوسبة السحابية. هقول له طبعا true. ونشوف question number 2. choose the correct answer. شوف أول سؤال بيقول لي إيه. when creating password you should use. وأنا بعمل الباسورد لازم يعني المفروض إن أنا أعمل إيه وأنا بختار الباسورد أو بعمله؟ قال لي random letters، أكتب حروف عشوائية يعني، ولا random numbers ولا أرقام عشوائية، ولا symbols ولا رموز، ولا all of them. طبعا هقول له all of them. طب ليه؟ لأن أنا قلت لك الباسورد لازم يبقى فيه letters ونمبرز وسيمبلز. ما ينفعش مثلا أكتب له الباسورد، أنا بعمل مثلا ابلكيشن معين وأعمل الباسورد تاريخ ميلادي اسمي، لا ده أنت بتسهل لأي هاكر إن هو يدخل على أي أكونت بتاعك ويخترقه. فطبعا all of them. ونشوف question number 2. MFA requires at least not ways of identifying yourself. اتفقنا كلمة MFA يعني multi factor authentication، مصادقة متعددة العوامل. يعني ايه؟ ان انا بعمل على الاقل at least 2 ways، على الاقل بعمل طريقتين علشان يتعرف على يعني اي اكونت انا بعمله ما يخلينيش ادخل واعمل الاكونت ده غير لما ادخله طريقتين على الاقل علشان اتعرف على ايه؟ على نفسي، اعرفه على نفسي. Number 3. Not has made the process of buying and selling shares more efficient. يعني ايه؟ قال لي من خلال الحاجة دي هي خلت عملية
وشراء وبيع الأسهم أكتر كفاءة. طبعا أنا قلت لك فوق اسمها إيه؟ إي تريدنج. يعني إيه إي تريدنج؟ يعني التداول الإلكتروني. كلمة إي تريدنج يعني التداول الإلكتروني. خلت إن أنا لو عايز أبيع أو أشتري أسهم بيبقى الموضوع أكتر كفاءة، بيبقى فيه خبرة أكتر من إن أنا أشتغل مع نفسي كده من غير الإي تريدنج ده. Number 4 a نقط is a person who handles the buying and selling of shares. طيب كل ده خلي بالك أنا بتكلم على البورصة اللي هي الستوك اكسشينج، البورصة. قال لي إن في شخص هو اللي بيتولى عملية بيع وشراء الأسهم. طب مين؟ واحد اسمه بروكر. يعني إيه بروكر؟ ده مش اسم شخص، دي وظيفته كده، ده وسيط. ده الوسيط. أكيد مش الطالب هو اللي هيعمل لي بيع وشراء الأسهم، أكيد مش التيشر مش المدرس اللي هيعمل لي كده، ولا الدكتور. فمين هيبقى؟ البروكر اللي هو الوسيط. Number 5 in stock exchange في البورصة stocks are called. الستوكس أنا سميتها إيه؟ قلت لك فوق سميتها إيه؟ shares. الستوكس هي الشيرز. يعني طب يعني إيه ستوكس يا ميسو؟ يعني إيه شيرز؟ الاتنين بمعنى واحد، الأسهم. Number 5 smart نقط will research multiple companies before deciding which company to invest in. قال لي ايه اللي بقول عليه ذكي؟ بيبحث في الشركات، في العديد من الشركات قبل ما يتخذ ان هو يستثمر في شركة من الشركات دول. طيب اكيد مش البلايرز اللاعبين، ولا التيتشر المدرسين، ولا الدكتورز الدكاترة. طيب مين؟ ناس اسمهم investors. يعني ايه investors؟ يعني المستثمرين. وخلي بالك الإجابة برضو في السؤال قال لي invest in يبقى هختار مين؟ هختار كلمة investor. يبقى المستثمرين الذكيين هم اللي بيقعدوا يدوروا في الشركات مثلا المختلفة، يشوف أنه شركة بتربح ويقوم مستثمر في الشركة دي. برضو كل ده احنا بنتكلم على الستوك اكسشينج والشيرز والستوكس والحاجات دي كلها مرتبطة بالكلام اللي احنا بنقوله. Number 7 نقط are the most popular software that deals with cloud computing. من أشهر البرامج الشعبية أو الناس بتستخدمها في إيه؟ في التعامل مع الكلاود كومبيوتنج. يعني إيه كلاود كومبيوتنج؟ الحوسبة السحابية. مين؟ المايكروسوفت 365 ولا الجوجل ورك سبيس ولا بوث A and B؟ طبعا هقول له بوث A and B. الاتنين أنا بقدر استخدمهم علشان أتعامل مع تطبيقات الكلاود كومبيوتنج، الحوسبة السحابية. Number 8 The Microsoft 365 storage application is. طب حلو قوي السؤال ده. قال لي تطبيق اللي بيسمى مايكروسوفت 365 ده ماله؟ قال لي وان درايف ولا وورد ولا اكسل ولا باوربوينت؟ طبعا هقول له وان درايف. ده من احد الابليكيشنز اللي بنزلها من على وان درايف. وبكده نكون خلصنا اول 2 سيمبلز في سيم 2. ان شاء الله اشوفكم على خير. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. السلام عليكم.